ده بودكاست مع نفسي. الحلقة الأولى، أنا المذيعة والضيفة. أهلا بيا، نورتيني. ليه بودكاست مع نفسي؟ أنا عارفة إن قناتي لسه صغيرة قوي ومحدش يجي يطل عليا يقولي ما تيجي نعمل بودكاست، وأنا من محبين البودكاست قوي، فقلت لنفسي والله ما أنا مزعلة نفسي وهكون أول واحدة تعمل بودكاست مع نفسها. ومن باب لو ما لقيتش حد يدلعك دلع نفسك وقولي لنفسك هكون الداعم الأول ليكي. ودي كانت النتيجة. يا ريت اي حد معدي من هنا يستحملني زي اختكم يعني. طيب ممكن تعرفينا بنفسك؟ انا جهاد عادل ودي قناة رسالتي. كان مفروض ابقى محامية بس ما حلفنيش الحظ، قلت لما اتفلسف بقى، وهو كله في الشق الادبي. طيب فكرة القناة جت منين؟ انا شخص اوفر ثينكينج، يعني دماغي بتشتغل بالنهار وبالليل وانا بعمل المواعين وانا واقفة في البلكونة وانا ساكتة وانا مش ساكتة، وفي دماغي دايما في ناس وفي افكار واسئلة، في ندوات ومؤتمرات ومحاضرات كاملة. وكنت بفكر طب كل الكلام ده بيروح فين؟ ليه ما يبقاش ليه مكان؟ ليه ما احطش الكلام ده في حتة ممكن يفيد حد او يفرح حد يخفف عن حد؟ ومن هنا جاتلي فكرة القناة. انا عايزة افيد باي معلومة اعرفها واحكي اي تجربة مريت بيها بطريقة بسيطة وسريعة، واهم حاجة صادقة. بالنسبة للجانب التربوي في القناة كان دايما شاغلني، لان عندي امل اننا نساعد في تربية جيل سوي واعي عارف يعبر عن نفسه ويكون بني ادم كويس قبل ما يكون ناجح. اما بقى بالنسبة للناس اللي عارفاني وبيقولوا في سرهم دلوقتي كان القرد نفع نفسه، لا يا فندم، كلنا بنساعد بعض وبنجتهد، اعداء نجاح صحيح. طبعا بهزر. وجانب العلاقات الزوجية كان سببه شخصيتي المحبة للمثالية الزايدة الحالمة. دايما كان نفسي وبحلم ان كل اتنين متجوزين يبقوا فريق واحد، يبقوا سند لبعض، يبقوا في اجمل صورة ممكن يعيشوها مع بعض. ودي كانت نظرتي المثالية للعلاقات، حب روايات يعني، وحبي طبعا للمدينة الفاضلة، اللهم ارزقنا الجنة بقى. تحسي ان مشاكلي النفسية كانت اكبر الهام وداعم ليا، الاوفر ثينكينج والمثالية الزايدة مصدر الهامي. وأما بقى بالنسبة لقائمة التأسيس في القناة، دي لمعرفة أهمية تأسيس الطفل قبل ما يدخل حضانة، المرحلة اللي الناس كتير بتستهين بيها لكن هي الأساس لكل حاجة بعد كده. وفي كمان ركن الأشغال اليدوية في القناة. أمال ايه، أنا فنانة شاملة وعجبك. طيب جميل، ليه مكملة رغم ان القناة لسه صغيرة؟ أنا عارفة ان القناة صغيرة والمشاهدات مش كبيرة والمجهود اللي بيتعمل كبير قوي بالنسبة لدقيقتين بيطلعوا على الشاشة. وايوه ساعات بيجيلي الاحساس ده، هو انا ليه بعمل كل ده وفين المقابل وليه مستمرة؟ بس كل مرة السؤال ده بيجي بفتكر هدفي الاول واللي بدأت عشانه من الاول، ان ينفع الله بك رجل واحد. انا هدفي الاساسي كان دايما صدقة جارية، علم ينتفع به، كلمة تريح قلب، تجربة تعلم حد، او فكرة تخلي حد يشوف الدنيا بشكل ابسط او احن. انا عايزة اخد اجر من ربنا، ولو فيديو واحد او حتى دقيقة واحدة فادت انسان يبقى الحمد لله، انا كده وصلت. بس طبعا ساعات بفكر في الكذب لما بتعب وافتكر الفيديوهات اللي بتاخد مني ايام شغل ومونتاج، لان احنا بشر والتعب بيخلي الواحد يحلم بشوية عائد. برجع افكر نفسي بهدفي الاول، وان الاجر الحقيقي مش في اللايكات ولا عدد المشاهدات، الاجر الحقيقي عند ربنا. علشان كده انا مكملة حتى لو الطريق طويل، لان النية في الاول كانت لربنا. وبس كده وصلنا لنهاية اول حلقات في بودكاست مع نفسي. هو المفروض دلوقتي اقول ايه في الاخر؟ يعني اختم اقول شكرا ليه عشان نورتيني ولبيتي دعوتي، ولا اقول لنفسي برافو كنت مديرة حوار هايلة؟ بس لو الحلقة دي خلتك تبتسمي، تفكري، او حتى تحسي ان في حد بيحس زيك ومش انتي لوحدك اللي بتكلمي نفسك، او خلتك تحمدي ربنا انك لسه في مرحلة انك بتكلمي نفسك في دماغك مش على الملأ، فده كفاية بالنسبة لي. استنوني في حلقة جديدة لما افكر افضفض مع نفسي تاني. مع السلامة.